السلام عليكم، وحشتوني. عاملين ايه؟ النهارده كان عندنا حفله في النادي، فقلت نقضي اليوم مع بعض واوريكم ايه اللي حصل. ان احنا رحنا النادي كان على حوالي الساعه 6. ده النادي بتاعنا اللي احنا مشتركين فيه، سيتي كلاب. ليه فروع كتير، فده الفرع اللي عندنا هنا في المدينه. احنا رحنا على الساعه 6، كان لسه يا دوبك بدأوا، ما كانوش لسه دخلوا حد الملعب ولا عملوا حاجه، بس احنا رحنا عشان المكان. والدتي طبعا قعدت بره على الترابيزه عشان هي ملهاش في الجو ده، بس احنا كنا رايحين انا وباباهم عشان نبسط الولاد، ويعني يقضوا يوم حلو قبل المدارس ما تبدأ، يفرحوا ويتنططوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه. الحفله كانوا عاملينها في الملعب زي ما انتم شايفين كده. الملعب عندنا ما شاء الله كبير قوي، وهم عملوا ستيج حلو قوي بصراحه، وكان كبير. وكانوا جايبين امن، يعني كان في باص كامل نزل بتاع امن، وكان في عربيات شرطة كتير قوي قدام النادي، وبوابات عشان التأمين، ومطافي. يعني احنا ما دخلنا بصراحة من المنظر اتخضينا. احنا رايحين عشان الولاد ينبسطوا بس مش اكتر. كانت في فقرة من 6 ل9 دي جي بس قبل ما اي حد من المغنيين يجوا، ودي اكتر فقرة الولاد اتبسطوا فيها. قعدوا يلعبوا ويرقصوا ويتنططوا، وانا كنت مبسوطة جدا عشان هما مبسوطين زي ما انتم شايفين بقى. انا سبتهم، يعني قلنا انا وباباهم يعملوا اللي هم عايزينه، ويطلعوا كل الطاقة اللي جواهم، يفصلوا عشان ايه. نبدأ بقى سنة جديدة كده ان شاء الله، سنة تكون كويسة ويكونوا اتبسطوا، ودي تبقى يعني ختام ومسك في الاجازة، اخر حاجة هنحضرها باذن الله. عمر كان مبسوط قوي. على فكره هو عمر ما يعرفش حسن شاكوش ولا يعرف اي حد من المغنيين اللي جايين، بس هما كانوا مبسوطين في فقره الدي جي. اكتر فقره اللي هي اللي كانوا مشغلين فيها اغاني بقى، تنطيط كده ولعب وهزار. يعني بصوا هم عاملين يرقصوا، وانا عماله قاعده بصورهم انا وباباهم. قعدنا على النجيله بما ان الدنيا ما كانتش زحمه والجو كان حلو، جبنا لهم حلويات وبتاع وفضلنا قاعدين. واحنا بقى بقينا معاهم برضو عمالين يلا، وعشان كل ما نشوفهم مبسوطين كل ما احنا نبقى مبسوطين اكتر. الحمد لله كان اليوم حلو، والولاد اتبسطوا قوي، وزي ما انتم شايفين كانوا يعني. ده بقى بس ده كان في اول الطاقة اللي عندهم، جم في الاخر خلاص كانوا فصلوا، ما كانوش قادرين يتحركوا. احنا فضلنا قاعدين بقى لحد ما وصل حسن شاكوش اول واحد. قعد شوية غنى، وبعدين جت نيكول سابا. بس بصراحة بقى وصلنا لحد نص كده، كان دي الدخلة بتاعت حسن شاكوش اول ما دخل، وبعدها جت نيكول سابا. انا ما قدرناش بقى في نص ما هي بتغني، ما قدرناش نكمل الحفلة للاخر، خصوصا ان انا بقى بحاول ارجع الولاد للروتين النوم بدري تاني، لان احنا بسبب تمارين السباحة، وان عمر كان بيتمرن تمرينه كان بيبقى الساعة 10، فالولاد كان الروتين بتاع النوم باظ خالص، فكان غصب عني. فانا بدأت تدريجي ارجع تاني لنظام النوم بتاعنا. فاحنا بما ان كنا رايحين الساعة 10، فعلى الساعة 9 قصدي سوري، لما روحنا الساعة 6، فعلى الساعة 9:30 10 كده كانت نيكول سابا بدأت تيجي. واحنا بقى خلاص قلنا حلو قوي كده، وفعلا الولاد كانوا تعبوا جدا جدا جدا. فما يعني اول ما قلنا يلا يا ولاد، بصوا ده المنظر بقى بعد ما حسن شاكوش جه وبدأت المغنيين يجوا. اول ما قلنا يلا يا ولاد، احنا كنا متفقين انا وبابام ان احنا مش هنزعلهم، لو عايزين يقعدوا هيفضلوا يقعدوا. بس احنا اول ما قلنا يلا يا ولاد، هم على طول قالوا اوكي يا مامي. والحمد لله اليوم عدى على خير. بس كانت حفلة حلوة بصراحة، كنا اول مرة نحضر حفلة كده فيها نجوم او مغنيين لايف. كان هدفنا الأساسي اليوم ده إن الولاد يتبسطوا، وتبقى يعني حفلة حضروها في آخر الأجازة واتبسطوا بيها، والحمد لله الهدف اتحقق، والولاد اتبسطوا. باباهم كان عمال بيجيب لهم اللي هي الحاجات اللي بتنور دي، كانوا بيوزعوها، بيلبسوها في ايديهم، بيلبسوها في رقبتهم. والحمد لله اليوم كان جميل. بصرف النظر بقى ان احنا اصلا بنسمع الاغاني دي او لا، بس احنا اتبسطنا بانبساط ولادنا. بس ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. سلام عليكم.